من بعد هذا الفيديو هذا عمرك مازال ما تقدم شي مخبزه فطائر او لا كرواسه ولا بتي بان ولا اي حاجه. هاد الفطائر هادو اقتصاديين ومكونات في كل بيت. ضروري انك تجربيهم وسهلين بزاف وكيجيو مورقين ورقه على ورقه. كيف كتشوفي الفيديو راه موضح كل شيء. اول حاجه اللي مازال مشتركاش في القناه مرحبا بك، اشتركي في القناه وشجعيني بلايك ديالك الا كتشوفي انني كنستاهل. هنا نبداو بالمكونات. عندي هنا نص كيلو ديال الدقيق. يمكن لكم ديروا نصف المكونات لحقاش انا درت كميه كبيره، يعني درت تقريبا هنا خرجوا لي شي 30 فطيره تقريبا. نتوما يمكن لكم تقسموا المكونات على جوج. هنا درت نص كيلو ديال الدقيق. درت واحد الساشيه ديال الخماره حمراء، جوج معالق كبار عامرين ديال الزبده تكون ديال التوريق اولا حيوانيه. درت هنا شويه ديال الملحه على حسب عينك ميزانك، يعني بحال بيدير الملحه ديال الخبز. درت واحد الملعقه ديال السكر سنيده وزوج ساشيات ديال الفاني. غادي نبسبس هاد المكونات مع بعضياتها حتى ندخل الزبده في داك الشيء، في داك الدقيق مزيان حتى غادي يعني غتجيني مبسبسه كيف كتشوفوا، ما غنضيف لا ما لا والو حتى غندخل ديك الزبده مع الدقيق يتداخلوا مع بعضياتهم. وغادي نزيد واحد البيضه. ودابا غادي نبدا نعجن بالماء يكون دافي، ما يكونش سخون بزاف. هاد العجينه غادي تجرى لكم ولا ما غاتجيش معكم هي هذيك. ضروري تعجنوا بالماء يكون غير خارجه منه البروده وصافي، يكون غير دافي صافي صافي. وكتبداي ديريها ودلكيها بحال عجنتيها بالاله، بحال عجنتيها بيديك. غير حيت عندي كميه كبيره وزربانه شويه، داكشي علاش انا درتها في الاله. نتوما بتعجنوا بيديكم راه يعني نفس النتيجه. غير هي هذه اللي ضروري منها هي انكم تبسبسوا ديك الزبده مع الدقيق. هي الاولى اول حاجه. ما ديروش الماء من الاول. ضروري ديروا الزبده مع الدقيق تدخلوهم مع بعضياتهم، عاد غادي تزيدوا المكونات الاخرى اللي هي البيض والماء، يعني السوائل. صافي من بعد ما هنا غنوريكم كيفاش ملي غتجمعوا العجينه. الا ما عجنتوهاش بالاله عجنتو بيديكم، بعد ما غتجمعوا العجينه تبقاو تدلكوها بحال هاد الطريقه هذه. تبقاو تدلكوها بحال هاد الطريقه واحد شويه بما بانت لكم راه طرخات وتدلكات العجينه. وصافي وغادي تجمعوها وديروها في واحد البلاستيكه وتخليوها ترتاح واحد شويه، على الاقل واحد ربع ساعه، ماشي شي حاجه كثيره، حيت ما فيها لا خميره لا والو. ما غاديش تخليوها تخمر، فيها غير الخميره الكيميائيه هي اللي فيها. غنديروها في واحد البلاستيكه كيف قلت لكم، نتسنى عليها واحد ربع ساعه بين ما وجدت هنا داكشي باش غنورق الزيت والزبده. الزيت والزبده من الاحسن تكون الزبده ديال التوريق. انا هنا استعملت المارغرين، يعني ديال اللي كنديروها في الصابلي وهذا وفي الحلوى، هي اللي درت. وغادي نبدا نقطع كويرات صغيورين صغيورين بزاف، بحال الشكل ديال ملي كتبغي ديري داك التريد ديال الرفيسه. بحال هذاك الشكل كتكون كويره صغيره، لحقاش غنديروا وحده وسط وحده. مازال غادي نضوبلوهم، يعني كل فطيره فيها جوج كويرات. داكشي علاش غنديروهم صغيورين بزاف، يعني اقل حجم. صافي من بعد ما ارتاحوا غادي نخليهم يرتاحوا واحد ربع ساعه عاوتاني هكا تحت من البلاستيكه. وغنبدا نطلق كره بكره. وانا كنمسح بالزبده والزيت، هذا الخليط هذا اللي درت ديال الزبده والزيت. وانا كنطلق بهم وكنرش في كل طويه، كنرش شويه ديال الزبده والزيت. كيف كتشوفوا راه كويرات غير صغيورين، ماشي شي حاجه كبيره. فاش كتلقيها راه كتبان انها صغيره. صافي غادي نعاود ندير ديك المربع الاولى نديرها وسط الثانيه. صافي وغنحطها على جنب تتلق يعني تنكمل كاع الكميه اللي عندي. غنعاود معكم واحده اخرى. كنظن ان الخطوه راه سهله، ما فيهاش شي حاجه ديال هذا. والنتيجه جد 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 مرضيه وغتعجبكم بزاف. ضروري انكم تجربوا. كنرش بالزبده والزيت في كل طويه. كنرش بالزبده والزيت باش كتعاوني على التوريق. وكندير وحده وسط الاخرى وكنحط
وكنحاول انني نطوي، ما نطويش وانا مزيره يديا، نطوي وانا يديا مرخيين، يعني نخلي شويه ديال الهواء لداخل. صافي هنا خديت التفاح، يعني خديت 3 ديال التفاحات، هي اللي كفاتني لهاد الكميه اللي عندي، لحقاش الكميه انا راه مدوبله المقادير. نتوما بيديروا غير نص كميه، راه تقدكم غير تفاحه ولا تفاحه ونص. حيدت لي هذاك اللب ديالها وقشرتها ودرتها دوائر على هذا الشكل هذا. وغنحتاج شويه ديال الزبده، تكون حيوانيه اولا ديال الطاسه من الاحسن. وهنا عندي سكر سنيده معاه ساشيه ديال الفاني اختياري، غير باش كتزيد كتعزز ديك الريحه ديال الفاني، النكهه ديالها كتزيد دير. صافي وكيف كتشوفوا دابا كنبدا نطلق دوك المنات اللي انا ربعتهم من قبل. وغادي نحط الدائره ديال التفاح، وندير شويه ديال الزبده في الوسط، وسط هذيك من هذيك التفاحه. وغادي نزيد شويه ديال السكر سنيده. هاد السكر والزبده اللي كنديرو مع التفاح مع الحراره مع الصهد ديال الفران كيذوبوا، كيخلي داك التفاح يكون دايب وكيجي على شكل واحد بحال شي كريمه اللي كياكل ما تيعرفش ان هذيك راه تفاح. الا ما قلتيش لي راه تفاح هذا ما يعرفش. صافي غادي نعاود معكم واحده اخرى. هنا راه الطريقه سهله وباينه. غادي ندير شويه ديال الزبده، غير شويه فقط، غير شويه، وشويه ديال السكر سنيده، وغادي نحط وغادي نطويه على هذا الشكل هذا. كيجيونا مربعين. وصافي غادي نكمل الكميه اللي عندي، وغادي ندهن الوجه ديال هاد المسيمنات هادو بالبيض. وغادي ندخلهم الفران يكون سخون، يكون سخون. ملي غتدخلي الطاوه ديالك غادي ديري نار متوسطه. هذه هي النتيجه النهائيه ديال المسيمنات ديالي ديال التفاح. كيجيو خطيرين كيف كتشوفوا الطوريقه كيفاش كتجي، وهذاك التفاح كيفاش كيجي دايب من الداخل، كيجي بحال شي كريمه. كيف قلت لكم اللي ما قلتوش لي راه التفاح هذاك راه ما تيعرفش انه التفاح هذاك. نتمنى انكم تجربوه وما تبخلوش عليا بلايك ديالكم. اللي مازال مشتركاش في القناه مرحبا بك، اشتركي في القناه ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. بسلام عليكم.